اهلا السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه موريفيت موروكان جيرلز. مرحبا بكاع الغزالات والفنات عندي في هذه القناه كالعاده. اليوم المهم بعدا قبل ما نبدا كنتمنىكم تكونوا على خير ان شاء الله، وتكون يعني ايامكم بخير والسنه الجديده يعني 2025 دخلت عليكم بالخير وكموتيفاسيون طاقه ايجابيه وداكشي كامل اللي زوين. فاليوم غادي نهضر على الفيجن بورد ولا لوحه الاهداف. عارفه بلي جيتكم في واحد الوقت، يعني اليوم 17 في شهر واحد، بالعاني خليتها ترى هذا الوقت باش تعرفوا بانه ما كاينش وقت محدد اللي خاصكم انكم ديروا في هذا الفيجن بورد. ممكن ديروه مثلا كل 3 شهور، ممكن ديروه في وسط الشهر، الديبار ديال الشهر. يعني كل مره كتحسوا بانه خاصكم انكم يعني ديروا لوحه الاهداف ولا تكتبوا الاهداف ديالكم. فهكاك علاش اليوم قلت علاش ما نهضرش لكم على الفيجن بورد، كيفاش تقدري تصايبيه ببساطه وتستعمليها يعني باش تشوفي الاحلام ديالك يتحققوا قدام عينيك. وغادي نقسم ان شاء الله هذا الموضوع على اقسام، وكل قسم غادي نعطيكم فيه يعني امثله باش تقدري تخدمي به. ولكن قبل بغيت نقول اي وحده مازال ما كتبات الاهداف ديالها ديال هذا العام، ولا مثلا يعني كتشوف بان هذا الامر يعني كتستهن به، فكنقول لك بدايه قبل ما تقادي الفيجن بورد ديالك حاولي تهزي واحد الدفتر ولا واحد المذكره ديالك خاصه ولا اي بلاصه ولا شي ورقه كيما بغات تكون. كتبي الاهداف ديالك، داكشي اللي بغيتي ديري. تخيلي انك درتي ماشي غير ناويه ديري، ولكن كتبيه ويكون داك اليقين ديالك يعني يكون كبير في الله عز وجل. اهم حاجه هو داك اليقين. اي حاجه تبغي ديريها تكون ديك من الداخل ديالك تكون متفائله، يعني خاصك تكوني متفائله جدا من الداخل ديالك، وحتى اليقين ديالك بالله عز وجل يكون 100%. يعني هاد الشيء راه غادي يكون ان شاء الله. وكتبي اي حاجه طاحت لك في بالك كما بغات تكون. فبدايه اشنو هو هذا الفيجن بورد؟ فالفيجن بورد هو واحد الوسيله، نقدر نقول عليها وسيله بصريه اللي كتحفزك باش تركزي على الاحلام ديالك باش تحققيها ان شاء الله. وكتجمعي مثلا التصاورات اللي بغيتي ولا هكا اقتباسات اللي كيعبروا على الاهداف ديالك، وكتحاولي يعني تقطعيهم وتلصقيهم في واحد اللوحه، يعني باش تبقى دائما قدامك وتشوفيها كل نهار. والهدف منها هو انه يبقى دائما يعني يحفزك ويفكرك باللي خاصك تنوضي كل نهار تخدمي على دوك الاحلام ديالك. ولكن كاينه طريقه اخرى اللي هي ديجيتال، نقدر نسميها، مهم انا نسميها بحال هكا ديجيتال فيجن بورد. وهاد الطريقه يعني كتكوني كتقادي واحد التصويره، كتقديها انت لراسك. ممكن تقديها في بينترست، تلقايها في بينترست، ولا قديها لراسك في كانفا. ولا بغيتوا الطريقه ممكن نخليها نوريكم كيفاش يعني في الاخر ديال الفيديو، ولا نقدر نتشارك معكم يعني ديالتي، فهمتوا؟ يعني غادي نتشارك معكم ديالتي ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. ما عنديش مشكل زعما انني نشارك معكم يعني داكشي اللي ناويه ندير يعني كفيجن بورد. ما عنديش مشكل انني نشارك معكم، لانه اوريدي يعني عندي كما قلت لكم قبل ما نقاد داك الفيجن بورد كنت كاتبه داكشي، يعني داكشي اللي شويه مثلا ما كتبغيش تشاركيه مع الناس، كنت يعني كتبته في المذكره ديالتي. اما بالنسبه للفيجن بورد حطيت فيه بحال قلتي دوك الاهداف الكبار اللي ناويه نوصلهم، وما عنديش مشكل يعني ما وصلتهمش هذا العام نوصلهم العام الجاي. ف هاد الشيء اللي كاين هذا هو الفيجن بورد. وكما قلت لكم تقدروا ديروه في اي وقت بغيتوا. ومثلا فاش تكونوا كتكتبوا دوك الاهداف ديالكم يكونوا رياليستيك، يعني يكونوا حقيقيين، يكونوا فعلا يعني هكا واقعيين، يعني ان صح التعبير يكونوا واقعيين حقيقيين. وحاولي يكون مثلا عندك واحد الرؤيه في دماغك. مثلا في شهر واحد نكون مثلا قريت واحد الكتاب، في شهر جوج نكون حققت واحد الهدف. مثلا الا كان عندك دي زيكزام مثلا في هذا الشهر، نحاول انني نبريباري لهم مزيان ونفاليدي دوك المواد اللي عندي. فهنا غادي ندوزو كيفاش تصايبي هذا الفيجن بورد. فالخطوه الاولى هي انك تحددي كما قلت لكم الاهداف ديالكم وقرري يعني شنو بغيتي توصلي ليه
فيه. مثلا بغيتي تنجحي في الدراسة ديالك، تحسني من المهارات ديالك، تحسني من صحتك، من يعني من لوكور ديالك. المهم كتبي الاهداف بطريقه اللي واضحه ومفهومه كما قلت لكم ديجا. الخطوه الثانيه هي تجمعي داكشي اللي خاصك. الا كنتي غادي ديري يعني الفيجن بورد، يعني بديك الطريقه تخرجي التصاور، ديري لهم فوتوكوبي وتخرجيهم وتقطعيهم وتاخدي تصويره من هنا و اقتباسات من هنا زعما وتقديهم زعما كطابلو، راه مزيان. هي خصك كرتونه دوك التصاورات تخرجيهم لصاقه، المهم وتلصقيهم. سينو كما قلت لكم كاينه الطريقه ديال انك تاخدي كانفا وتقدي فيها تصاوراتك، ولا الا كان عندك في التليفون ان شاء الله. انا نحاول نخلي لكم هذا الشيء في الخط الفيديو، وحاولوا تقدوه. كان صراحه عن نفسي درت غير كما قلت لكم ديجيتال فيجن بورد. ما درتش يعني ما قطعت ما والو، جاني اسهل لانه انا اصلا كنخدم على اللابتوب ديالي وكنخدم في تليفوني بزاف، يعني هاد جوج كنستعملهم بزاف. ونقدر يعني نكون في الجامعه، نقدر نكون على برا، يعني ما كنكونش دائما هكا في الدار. لهذا قلت من الافضل يكون عندي في التليفون. وشنو من بعد؟ يعني من بعد الا كنت غادي ديري طريقه يعني تقليديه، غادي تلصقي داك الخير وتحطي الاهداف ديالك. وحتى فاش تكوني مثلا كتقادي التصويره، حاولي مثلا لمن يكون يعني اهداف هكا الوسط يكون شي هدف كبير، ومن بعد الاهداف الثانويه وانت غاده. يعني حتى الطريقه باش كتلصقي لصقي بطريقه عقلانيه، ماشي غير تبقي تحطي التصاور غير هكاك. ف كما قلت لك في الاخر حطي ديك الفيجن بورد كو سوا قدام البيرو ديالك، كو سوا في حدا المرايه ديالك اللي بغيتي. ولكن الا درتي هكا زعما كصوره، حطي غير في التليفون ديالك وفي البيسي ديالك. وثالث حاجه يعني ثالث خطوه اللي هي فاش تبغي يعني تقسمي دوك الاهداف ديالك. انا غنعطيكم واحد الست ديال الاقسام ديال الاهداف، حيت كاين اللي ما كتعرفش مثلا كتلقاها ما عندهاش اهداف ولا ما كتفكرش في الاهداف، كتقول انا بغيت ندير شي حاجه ولكن ما عارفاش. ولكن انا غادي نعطيكم بعد يعني بعض الامثله ونقسموا هاد الاهداف لاهداف معينه، فهمتوا؟ فاول حاجه هي النمو الشخصي. فاش كنقول لك النمو الشخصي يعني شي حاجه اللي غادي تنمي لك من شخصيتك ومن قدراتك. مثلا نبقى نقرا كتاب كل نهار، يكون واحد الكتاب اما على تطوير الذات، ولا مثلا شي كتاب اللي غينفعني، ولا شي حاجه اللي كتعجبني. يمكن يكون مثلا تعلمي مهاره جديده بحال الطبخ، بحال الرسم، بحال العزف، اي حاجه، بحال السبور. المهم اي حاجه اللي غادي تنفعك. مثلا تمارسي مثلا شي حاجه معينه، شي رياضه جديده كما قلت لكم، واخا غير 10 دقائق في النهار. المهم تعلمي شي حاجه، ما تخليش نهار كيدوز بلا ما تعلمي شي حاجه. وشنو باقي بالنسبه من الناحيه الدينيه؟ مثلا خصني نولي نصلي الفجر في وقته، نصوم الاثنين والخميس، زعما الاهداف ديالك نرجع دير اللي عليا. الا كنتي بنت بيان سور هكا في يعني في رمضان ومورا رمضان. شنو باقي مازال؟ فكروني. مثلا اي حاجه، نحفظ سوره البقره. انا وصحاباتي ما عرفتش ديجا قلتها لكم ولا لا، دايرين جروب وغادي الحمد لله راه تقريبا البنات كاملين يعني مجتهدات الحمد لله، وكلهم غاديين ان شاء الله نختموا الحزب الاول ان شاء الله. يا رب تيسر لنا وتوفقنا. شنو باقي؟ مثلا تعلم شي حاجه عندها علاقه بالسيره النبويه. المهم اي حاجه غادي تنفعني في الدين ديالي. من بعد تقدري ديري اهداف كتخص الاهداف يعني المهنيه والدراسيه. مثلا في الدراسيه، مثلا البنات اللي كيقراو تحاولي تجيبي نقاط مزيانين، تحطي ان بروغرام ديال الحفاظه بريباراسيون، بقاي تفكري فاش تكوني. ديما كنقول لكم هذه الحاجه بالنسبه للامتحانات ديالكم، فاش يكون عندك شي امتحان وخا يبقى لك نهار، فكري انك ما تبقاش تقولي لا فات الوقت، لا الدروس كتر، لا. الله يجعلك
تبقاي تبريباري ولا تحفظي ولا تراجعي حتى لاخر لحظه. المهم تراجعي وبقاي ديما تخيلي فاش الاستاذ غادي يوزع يعني النقاط، ولا مثلا فاش غادي تشوفي النقطه ديالك في البلاتفورم ديال الجامعه ولا ديال المدرسه، فاش تشوفي النقطه ديالك تكون نقطه زوينه وغادي تفرحي بها. شنو باقي؟ مثلا تقدري كديري شي فورماسيون سور انترنت. عطا الله ديجا شاركت معكم دي فورماسيون اللي كيكونوا مجانيين يعني فري، يعني تقدري بلا ما تخلصي والو تكون عندك واحد الفورماسيون بالدبلوم ديالها. في الخدمه ديالك يعني تولي تخدمي كتار وتعلمي كتار، يعني حوايج اخرى على الخدمه ديالك باش تمشي فيها بعيد وما تعرفي ترقاي فيها ان شاء الله. علاش لا. ودابا غادي ندوزو يعني الاهداف اللي خاصه بالصحه واللياقه البدنيه. مثلا حاولي تبقاي ديري سبورت 3 مرات في السمانه، شربي 2 لتر ديال الماء، حاولي تاكلي وجبات صحيه. المهم اي حاجه غادي تنفع الصحه ديالك ديريها، يعني اي حاجه غادي تنفع يعني لوكور ديالك حاولي تقلبي عليها وديريها لراسك. عندك مثلا شي مشكل في الصحه، عندك المهم اي حاجه بسيطه بغيتي تبدليها في راسك حاولي تبدليها للاحسن. وعافاكم يعني حاولوا تفاداو يعني الاكل، يعني الفاست فود، يعني الاكل ديال الزنقه حاولوا تفاداوه. ومن بين الاهداف اللي ممكن يعني كذلك تخدموا عليهم وتقدروا تحطوهم عندكم هي تطوير العلاقات مع العائله والاصدقاء. مثلا اذا كنتي ساكنه مع عائلتك حاولي تدوزي معهم مثلا واحد الوقت معين، مثلا بقي قولي في الويكاند غندوزو غير مع عائلتي، نحاولوا نديروا شي حاجه اللي فاني نضحكوا نبسطوا بيناتنا. مثلا مع صحابك مثلا حاولي تحسني المهارات ديالك، مهارات التواصل مع صحابك، حاولي تكوني هكا ظريفه اكثر معاهم، تعاملي معاهم مزيان. تقدري مثلا في هذا العام الجديد انك تكوني صداقات جداد ولا علاقات جداد اللي غادي يزيدوا بك القدام طبعا. مثلا اذا كنتي مغربه بحالي حاولي مثلا ديري واحد الوقت اللي انك تسولي فيه على صحابك ولا مثلا على عائلتك. هادو انا كنشوف واخا كتشوفوهم اهداف يعني بساط، ولكن فريمون فاش كتحطوهم وكديروهم راه فريمون كتحسوا بواحد لا ساتيسفاكسيون، راه ما يمكنش والله ما يمكنش. وندوزو مثلا الهدف اخر اللي مهم بزاف ديال الناس هما الاهداف الماليه. مثلا حاولي توفري واحد المبلغ معين يكون احتياطي، ما تعرفي الوقت والزمان هذا ما تعرفي تقدري تحتاجي لشي حاجه. حاولي تبداي شي مشروع صغير ولا شي خدمه، يعني من غير الخدمه اللي كديري، ولا مثلا كنتي غير ايتيديونت وعندك بزاف ديال الوقت خاوي حاولي تخدمي شي خدمه واخا غير من الدار. شنو باقي؟ الا كنتي كتشوفي راسك تخسري فلوسك في شي حوايج اللي بانال، حوايج اللي ما كينفعوك بوالو حاولي تفاديهم. شنو باقي؟ مثلا غير كما قلت لكم مثلا في البلان ديال الصحه انه من الافضل انك تولي تاكلي الاكل الصحي في الدار بلا ما تخسري فلوسك يعني في الماكله ديال الزنقه. داكشي باش غادي تشري ماكله ديال الزنقه ممكن تقضي بها ماكله ديال 3 ايام 4 ايام. شنو باقي من بين يعني الاهداف اللي ممكن ديروهم هذا العام هي انه تسافري. مثلا نقولي غادي نسافر هذا العام لجوج مدن يعني في بلادي ولا جوج بلدان ولا غير. المهم ديري ان بروغرام ديال السفر باش تبدلي من النفسيه ديالك، كوسا بوحديتك ولا كوسا مع صحابك ولا عائلتك، على حساب شكون اللي كاين معاك ولا شكون اللي غيقدر ولا شكون اللي غادي يسافر معاك. وكذلك يعني يعني تقدري ديري مغامرات جداد، مثلا تجربي شي نشاطات جداد، مثلا التخييم، تسلق الجبال، المهم اي حاجه جديده، شي مغامره جديده. وشنو باقي؟ وكما قلت لكم من بين الامور اللي زوينين هو انه تسافروا. السفر مزيان والله، السفر كيعاون بزاف. وعلاش لا ما تحطوش واحد الهدف اللي مهم واللي غادي تشوفوا انا الحمد لله يعني ربي نعمني يعني كرمني ورزقني يعني انني نزور المقام ديالو. علاش لا ما تكتبوش حتى هو من الاهداف ديالكم وتحطوه، وربي راه كريم وداك المكان راه كيرزقوا لاي واحد يعني نيتو هكا فعلا محتاجه ولا خاطره محتاجه تمشي لذاك المقام. والله يرزقنا واياكم يعني زياره داك المقام يا رب يا كريم.
قبل ما نختم انا غادي نحط لكم الفيجن بورد ديالي قدامكم وغادي تشوفوه. المهم درت كما قلت لكم جوج ديال الفيجن بورد، واحد في التليفون وواحد في اللابتوب ديالي. الو انا غادي نوريكم هذا اللي درت في اللابتوب. بالنسبه غنبدا من اليمين. في اليمين غادي تشوفوا ديك الكريشه بحال هكاك. المهم راكم فاهمين، انا بغيت نفقد الوزن ديالي، بغيت نوصل زعما انني ما تبقاش عندي الكريشه. شنو باقي؟ ديك الجمله تراست ذا بروسيس، حتى هي كتعاون بزاف. تحت منها I can and I will، يعني نقدر وغادي يعني I will يعني غنديرها. ف غادي تشوفوا كاك نقاط يعني مزيانه. لانني بغيت نجيب نقاط مزيانه ان شاء الله، سورتو هذا العام ديالي الاخير ان شاء الله. يا رب توفقني وتوفق جميع المسلمين. وكما كتشوفوا عاوتاني في الفوق كتبان لكم ديك العين بحال فيها الليزر. بغيت ان شاء الله يعني ندير هكا ليزر العينين ان شاء الله، حيتاش المهم الناس اللي كيعرفوني عارفين بانني كندير نضاضر وناقص عندي الشوف، عندي مشكل ديال البعد. وبغيت ما شاء الله يا ربي هذا العام انه يتيسر ليا وانني يعني نحيد النضاضر. تحت منها كاينه تصويره ديال السكين كير. واحد البنت يعني تشوف شعرها هكا مقاد وكتحاول يعني ماشي مقاده، زعما بحال قلتو مهليه فيه ومهليه في وجهها. فكنطمح كذلك انني نتهلا اكثر في راسي. وفي التحت كتشوفوا واحد اللي دهز الفلوس. الله يرزقنا واياكم يعني الفلوس، بزاف ديال الفلوس. وكما شفتوا في وسط يعني واحد الهدف اللي كبير حطيته في الوسط، اللي هو انني نرجع ان شاء الله يعني لذاك المقام المكة ان شاء الله يا ربي، والمدينة مع عائلتي يا ربي يا كريم. ومن غادي تشوفوا الصلاة تغير من يصلي. فعلا الصلاة تغير من يصلي، كتهدئ النفس، كتعاوننا في بزاف ديال الحوايج، كتخلينا دائما مرتاحين. وفي التحت غادي تشوفوا ديك ديال اليوتيوب ان شاء الله يا ربي. بغيت نوصل ل 10,000 يعني ابوني، علاش لا 10 كاين ان شاء الله، وعلاش لا يعني كتر. على اليسار غادي تشوفوا يعني دوك المشروبات هيلثي، يعني نبقى نشرب كتر هكا العسل الاخضر. المهم داكشي غادي يعاونني. وغادي تشوفوا حتى هذيك ديسيبلين، غتشوفوا تحت منها يعني وحده كتقرا قران، حيت انا يعني كما قلت لكم ديجا في وسط الفيديو انني كاينه مع صحاباتي كنحاولوا نحفظوا سوره البقره. يا ربي توفقنا ان شاء الله نحفظوا سوره البقره. وغادي نمشيو للبارت ديال هاد الشيء ديال الابل. يا ربي توفقني ندير يعني سورتو اسمحوا لي كنتمنى زعما كنتمنى ندير لابتوب ياك، وندير الايباد وديك الايفون. ما عرفتش التليفون واش ناخذه لا، ولكن المهم الا كتاب راه غادي ناخذه، ما كتبش هو الايباد. ولكن اللابتوب اي ثينك غناخذه هذا العام. يا ربي توفقني. وزعما بغيت ندير داكشي كامل بغيت ناخذه، يا ربي ترزقنا. وصافي في الاخر كتشوفوا داك البيض والخيار. زعما راه زعما الدايت، فهمتوا؟ نتبع الدايت ديالي ان شاء الله، نكون دائما يعني كل ما كنشوف هاد لا فوتو ديما نبقى نتموتيفا. هذا هو الفيجن بورد ديالي. صراحه شاركته معكم حيتاش ما فيش شي حاجه اللي يعني اللي ما خصنيش زعما نشاركها مع الناس. شي حاجه اللي نورمال. بغيت ندير الدايت، بغيت ندير لايزر العينيه، بغيت نتهلا في راسي، بغيت نشري هاد الشيء، بغيت نجمع شويه الفليسات. المهم بغيت نحفظ القران، بغيت ان شاء الله يا ربي لا ربي بغى راه غادي يرزقني عاوتاني يا ربي الى عمره اخرى ان شاء الله. وعلاش لا شي حاجه ان شاء الله. فهاد الشيء اللي كاين يوتيوب يعني هاد الشيء اللي ممكن وعادي اني نشاركه. وغادي نشوف الا قدرت ندير لكم سكرين فيديو هذا السكرين ديال البيسي باش تشوفوا كي كيبان. وكذلك بغيت نوريكم كيفاش ديروا بغيت نبارطاجي معكم كيفاش تقادوه من كانفا. غادي نحاول نوريكم هاد الحاجه يعني تطلع لكم فابور، ما تخرجوا تصاور،
يعني اللي بغات تديرو ديجيتال، يعني ولا كاع مثلا قديتي في البيسي تقدر تخرجي هاد التصويره اللي بغيتي انت، فهمتي، تخرجي غير وحده بلا ما تخرجي دوك كثر التصاور وتلصقيهم. فهاد الشيء اللي كاين. وكنتمنى يعني يكون هذا الفيديو واخا جا شويه معطل، ولكن الهدف منه هو انه عندكم الامكانيه انكم تكتبوا اهدافكم اي وقت بغيتوا، اي وقت كتحسي بافكار كانها مرونه مخربقه، زيد في دارك كتبي الاهداف ديالك، كتبي داكشي اللي بغيتي. الكتابه غادي تعاونكم في بزاف د الحاجات. والكتابه كتعاون بزاف في التفريغ، هادشي اللي بغيت نقول. المهم باش ما ننساش، خصني كما قلت لكم انا ندير لكم سكرين فيديو كيفاش تقدروا تقادوا يعني هاد يعني هاد الفيجن بورد، يعني ديجيتال فيجن بورد. وغنوريكم كيفاش تقدروا تقادوها، يعني فابور، حتى كانفا فابور غادي نوريكم كيفاش تقدروا تدخلوا الكانفا بطريقه اللي فابور، فهمتوا، حيت كيكونوا بعض المرات شي يعني سام ستيكرز ولا شي حاجه ما تقدروش تهزوهم حتى كتكونوا مخلصين. انا غنوريكم واحد الطريقه كيعطيكم الامكانيه انكم تدخلوا بحال قلتي الكانفا اللي اوريدي مخلص. فهاد الشيء اللي كاين، وهادو هما الافكار. وكنتمنى يعني يعني انت اللي كتسمعيني دابا يعني غيكون عندك بزاف ديال الافكار، وانهم بعد هذا الفيديو ولاو عندك افكار متكامله باش تخدمي على الفيجن بورد ديالك ولا الاهداف ديالك. ودائما تفكري ان الاهداف ما كتحققش بين ليله وضحاها، ولكن مع الالتزام والرؤيه الواضحه كل شيء ممكن. وخدموا على الاحلام ديالكم وثقوا في راسكم. وخليوا خلي بلي كومونتير زوين عافاكم البنات. وشكرا بزاف على المتابعه، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يبقى هذا المحتوى دائما مستمر. وهذا الشيء اللي كانوا، الله يسر لكم اموركم يا ربي وتهلاو ليا في رزقكم، والسلام عليكم.